الجولة على الملاعب باش تشوفوا فين وصلات، لأن المغرب الآن واجد إن شاء الله باش غيوجد، خصوصًا عندنا كوب دافريك ديال الدريات نسيناها، وعندنا كوب دي موند ديال الدريات، وعندنا كوب دافريك ديال U17. فكاين بزاف ديال المنافسات اللي غتجرى في المغرب. أكيد أن إن شاء الله المغرب غادي في الطريق الصحيح، من أجل إن شاء الله يكون في الtop niveau. كيف قلنا ردود الفعل كلها ديال الناس اللي جاوا لافريك كلهم في القرعة كيقولوا بأن ما كيهضروش على المغرب أكثر ما كيهضروا اللي غيجي من مورا المغرب غيتعذب. كيقولوا، أنا سمعت عصام الحضري كيهضر، قال المشكلة ماشي هي كوب دافريك، لأن المغرب غينظم أحسن كوب دافريك غتكون في التاريخ، 9 الملاعب بمستوى عالمي. المشكل هو فاش غيهز المغرب النيفو اللي غيجي من موراها اللي غادي يتعذب. حنا غادي نسمعوا بعدا الفوزي القجع، من بعد نناقشوا انا والسي بالعودي ومع المستمعين الاوفياء، نناقشوا هذه الزياره ونناقشوا المواضيع المهمه اللي اثارها السي فوزي القجع في الزياره ديالو للمركب الرياضي محمد الخامس. هذه المعلمة بطبيعة الحال ستكون واحدة من الإنجازات التي ستشهدها أو تعرفها مدينة الدار البيضاء الكبرى. فالدار البيضاء تحظى في إطار تنظيم كأس العالم بتشييد ملعب الحسن الثاني ببن سليمان بأكبر سعة تتجاوز 115 ألف متفرج، ونحن إن شاء الله كلنا ثقة وعزم على أن تدون الدار البيضاء اسمها في سجل كأس العالم باحتضانها لأهم مباريات هذه التظاهرة العالمية. والأكثر من هذا كله، انطلقت الأشغال في مركبين في بوسكورة في مساحة 32 هكتار كمركب وطني، يعني يوازي المركب اليوم محمد السادس معمورة في مدينة سلا، وفي مركب فيدرالي في مديونة على مساحة نتاع 12 هكتار. أعتقد بأن الهدف هو أن مدينة الدار البيضاء والأندية الدار البيضاء يستفدوا من هذه الأحداث ويكونوا في قلب يعني النتائج والاستفادة من نتائجها لتطوير اللعبة والممارسة الكروية بمدينة الدار البيضاء. ونحن مجمعون ومؤمنون على أن مدينة الدار البيضاء بنادييها العالميين للرجاء الرياضي ولا الوداد الرياضي، وبالإضافة للأندية الأخرى التاريخية كالطاس والراك، لا يسع المجال لذكر كل الأندية، هي القلب النابض لكرة القدم، هي معترك تطوير كرة القدم. الله يوفقنا إن شاء الله باش نكونوا في مستوى طموحات سيدنا الله ينصروا الجماهير الكروية المغربية، ولكن أيضا الجماهير البيضاوية خاصة. المتابعة نتاعنا الميدانية لمركب محمد الخامس أشغال الحمد لله متقدمة جدا، كنبتعدوا على بضعة أسابيع، أقصاها إن شاء الله في نهاية شهر مارس غيكون مركب محمد الخامس في حلة جديدة، حلة تليق بالدار البيضاء وتليق بالجماهير العالمية للرجاء الرياضي والوداد الرياضي البيضاوي، وتليق أيضا بتاريخ هذه المعلمة الكروية اللي كتبقى من إحدى الشهادات الحية على تطور وتاريخ كرة القدم والرياضة المغربية. أعتقد بأن المركب اليوم بإعادة تجهيز نتاعو اللي وصلت الساعة نتاعو لأكثر من 44 ألف متفرج، وتجهيزه بطبيعة الحال بكل الوسائل الحديثة، لا في مستودع الملابس ولا المنصات الصحافة إلى غير ذلك من المرافق التي ستحسن ولوجيات وإقامة الجماهير العارضة. نحن ننتظر بشغف أيضا اشتغال الملعب نتاع مركب محمد الخامس، رجوع هذه المعلمة لرونقها التاريخي، ليعود الفريق الوطني مجددا، لأنه ما يمكن حتى شي فريق في العالم يتردد ولو للحظة للعب أمام الجماهير تاع الدار البيضاء الكبرى. سنعود في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله الفريق الوطني ليعيش مع الجماهير البيضاوية لحظات حاسمة وفارقة للتتويج إن شاء الله. اليوم أدق التفاصيل نتاع الأشغال وتقدمها، توقعات إن شاء الله في نهاية مارس يكون المركب جاهز، اللي أكيد ومؤكد أن الفرق الرجاء والوداد غيلعبوا مباريات في المركب الرياضي محمد الخامس، وفي مقدمتها مباراة الديربي لنعيشها جميعا إن شاء الله في أجواء استثنائية وجديدة. كل الأمور تتجه كما قلت لاحتضان هذا الملعب ولتشريف دار البيضاء، احتضان أهم المباريات نتاع كأس العالم 2030، واستعدادا لكل هذا ولكأس إفريقيا للأمم. بطبيعة الحال مدينة الدار البيضاء انطلقت الأشغال في مجموعة من الملاعب، لا في ويناس مركب نتاع المدرسة التكوين فريق الوداد بتجهيز ملعبين من العشب الطبيعي، زوج آخرين في أكاديمية الرجاء الرياضي، واحد في بن جلون وواحد في الوزيس،
باش يعني الارث الرياضي نتاع هذه الاحداث من بينها كاس افريقيا للامم يبقاو رهن اشاره الفرق الوطنيه وفي مقدمتهم الرجاء الرياضي والوداد الرياضي لاعطائهم زخما اخر اضافي للاشتغال في احسن الظروف. ملعب العربي الزاولي راكو شفتوا التطوير نتاعو مازال ان شاء الله بعد ما يجي الوداد والرجاء يلعبوا لنا انطلاقا من نهايه مارس غادي نشتغلوا عليه اكثر باش يرجع معلمه جديده. ملعب الاب جيجو غتواصل فيه الاشغال باش يرجع ايضا معلمه. اذا السي فوزي قجع تصريح شافي وكافي. كاع داكشي اللي كنا بغينا نعرفوه فقالوا لنا. يمكن كاينين بزاف ديال بزاف ديال المعلومات اللي نحاولوا نناقشوها. اولا دونور، يمكن هاد الزيارات التفقديه للملاعب فغادي بدات من المركب الرياضي محمد الخامس. المركب ديال الرباط كنظن الامور غاده ناضيه فيه. غادي نحاولوا ولا لا ديسيزيون ديال واش غنلعبوا فيه لي دو ماتش ديال الدات فيفا في مارس غتخاد في الاخر ديال هذا الشهر. واش غيلعبوا فيه الا ما غيلعبوش فيه كنظن بانه غادي نرجعوه نلعبوا في وجده بيد يكون واجد في 100%. هضر على مركب محمد الخامس والمكانه ديالو عند المغاربه وعند المنتخب الوطني المغربي، وكل يتشوق ان المنتخب يرجع يلعب في كازا. الملعب غيكون واجد ان شاء الله في الاخر ديال هذا الشهر. غيكون فيه الرجاء والوداد غيرجعوا للبلاصه ديالهم. هضر على جوج ديال المركبات، المركب الفيدرالي والمركب الكبير اللي غيكون في كازا، ومهم جدا ان عندنا مركب محمد السادس ويدار واحد بلاصتو هنا. هضر على الملاعب ديال كازا كلها غادي تعاود تقاد وعاد تعاود تصيب، لان كوب دافريك عندك الملاعب ولكن خصك ملاعب ديال لي زونطرينمون. فكنظن بان الابجيكو والزاولي وبن جلون وويلناس والتيران ديال الرجاء كلهم غيتصايبوا كلهم غيتقادوا. فكنظن بان الامور غاده واضحه في اطار ان المغرب ان شاء الله تحت السياده ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس كيوجد باش المغرب يظهر بصوره راقيه وصوره كبيره، لا في التنظيم لا في الملاعب ديال الكره لا في الملاعب ديال التدريب. فكنظن بان الامور واضحه سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بان حنا كنا عارفين بان البنيه التحتيه غتكون في المستوى كبير. بطبيعه الحال الزيارات كتجي باش تتبع الاشغال فين وصلات، ولكن حنا عارفين ديجا لي بلون اللي محطوطين، الملاعب اللي غادا تكون. فكنظن ما كاينش تخوف من هذا الجانب. انا دائما كنقول بان التخوف يكون هو اننا ما نحافظوش على هذه المنشات الرياضيه اللي غتكون، لان فعلا غتكون منشات رياضيه بمستوى عالي بمواصفات كبيره اللي خصنا نستغلوها احسن الاستغلال، سواء يعني خلال هذه التظاهره ديال كاس الاتحاد كاس افريقيا او لا من بعد. فملي كتحس بان يعني هذا العمل اللي غادي يدار خص تواكبوا عمل اخر اللي هو العمل ديال اننا نخرجوا من هذه المشاكل اللي كتعيشها كره القدم الوطنيه، لان غتكون عندنا ملاعب في المستوى، غيكونوا عندنا مراكز رياضيه كبيره، مركز محمد السادس، المركز الاخر اللي تكلم عليه، يعني ملاعب في الرباط، في الدار البيضاء، في غيرها من المدن. ولكن منين نجيو نشوفوا الواقع ديال كره القدم الوطنيه كنلقاو واقع اللي هو مؤسف، وواقع اللي هو مبكي مضحك مبكي الا بغيتي تقول ينصح التعبير. وبالتالي انا كنظن بان ما كاينش تخوف على مستوى البنيه التحتيه في الملاعب وعلى مستوى الاستقبال اللي غادي يكون الوفود، على مستوى التنظيم. كنظن بان الحمد لله غيكون داكشي في المستوى. ولكن ننساليو هذا الشيء، ودابا كيفاش يكون حال كره القدم الوطنيه اللي خصنا حتى هو نفكروا فيه ونديروا فيه مجهود كبير باش اننا نقدروا نتجاوزوا هذه المشاكل، باش يعني المغرب غيكون قبله وغيكون وجهه ديال يعني جميع الافارقه وحتى دول العالم. ولكن ملي غادي يجيو يسولوا على يعني ويبحثوا مثلا على كره القدم الوطنيه، للاسف يعني منتخبات الحمد لله هي غاده، ولكن على مستوى الانديه كاين. فما كننقش ولا نبخس بالعمل، بالعكس هذا عمل كبير وعمل في المستوى، وهذا هو المطلوب. اننا باش نكونوا بلد رياضي خص تكون عندنا منشات رياضيه في المستوى ونستغلوها احسن استغلال. ولكن مع المنشات الرياضيه خص الواقع الكروي ديالنا ولا الرياضه المغربيه ككل، ماشي غير كره القدم، باقي الرياضات خصها تكون رياضه اللي يعني تليق بهذا المستوى اللي حنا باغي نوصلوا ليه. الا غادي نديروا يعني جرد ولا غنديروا تشخيص للواقع، فاحنا للاسف يعني الواقع ديالنا الرياضي بعيد كل بعد على داكشي اللي باغي نوصلوا ليه، وبعيد كل بعد على ما يحضر على المستوى يعني كبنيه تحتيه. وبالتالي خاص يكون العمل متوازي. صحيح كاين عمل بنيه تحتيه، طرق، ملاعب، اشياء اخرى، مرافق،
ولكن كرويا خاص حتى هو يكون عمل، وهذا العمل ما غاديش ديروا الجامعه بوحدها ولا العصبه الاحترافيه بوحدها، هو عمل ديال منظومه خاص كل شيء يشارك فيه. اي واحد كيتعتبر جزء من المنظومه ديال كره القدم فهو معني باش انه يساهم في يعني حل هذه المشاكل وفي الرفع من المستوى ديال كره القدم الوطنيه. اللي كنظن بان هذا المجهود ما خصوش يمشي يعني بنيه تكون وتبقى عاوتاني يعني كنقولوا بحال بنايات فارغه، ماشي بنايات اللي هي حيويه. هذا خصك تفكر فيه باش ان تكون انشطه اخرى موازيه باش هذه الملاعب نبقاو نستافدوا منها، لان ملاعب غتكون كبيره، الصيانه ديالها غتطلب مداخيل ولا غتطلب مصاريف اللي هي كبيره، بالتالي خاص تكون ملاعب اللي هي حيويه، تكون فيها مرافق، فيها انشطه كذلك اللي تخليها حيه على طول الاسبوع. حنا كنشوفوا ملعب دونور يعني منشاه كبيره، ولكن ملي كتجي تشوف كتلقاه كيخدم غير السبت والحد في الماتشات ديال الوداد وديال الرجاء، في حين ان فيه مرافق اللي كان خصها تستغل، يعني دار لها الصيانه وتستغل ويولي ملعب حي على طول الاسبوع. ونتمنوا الخير. الفوزي رجع كيوضح باللي كاع الملاعب المغربية تكون جاهزة قبل الكان بأشهر، وهذا الشيء كيفرحنا حنا كمغاربة. وأكيد نسينا الكأس الأفريقية ديال السيدات التي هي مهمة جدا. ما عليا نقول باللي فخورين بكم، و المغرب غيدخل موسوعة غينيس اللي تحت الأرقام القياسية بمراكب أمير مولاي عبد الله بالرباط في ظرف سنة ونصف. الملعب غيكون واجد. هذه صفقة عامة كانت في القارة الأفريقية أو الأوروبية أو الآسيوية، باش أنك دير ملعب بصيغة ديال 65,000 متفرج أو 70 متفرج في سنة ونصف، فهذا إنجاز مغربي خاصنا نفتخروا به. أنا خوتي كنت نلخص أصدر فيديو الاتحاد نتلاقاو فيديو الدولي جديد لكرة إن شاء القدم الله. فيفا قرارا بتعليق عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بسبب التدخلات الخارجية، مما أدى إلى استبعاد منتخباته وأنديته من المنافسات الدولية. هذا القرار سيؤثر مباشرة على ترتيب مجموعة المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. كان المنتخب المغربي يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، من بينها 3 نقاط حصل عليها بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية، إلا أنه ومع إلغاء نتائج هذا المنتخب سيتراجع رصيد أسود الأطلس إلى 6 نقاط، وهو الأمر الذي سيؤثر على ترتيب المجموعة ويعيد خلط الأوراق بالنسبة لحسابات التأهل. رغم خسارة نقاط المواجهة مع الكونغو، إلا أن انسحاب منتخبين من المجموعة إريتريا والكونغو يجعل المنافسة أقل تعقيداً، حيث ستتحدد بطاقة التأهل بين 4 منتخبات فقط بدلاً من 6، وبذلك يحتاج المغرب لتحقيق انتصارين إضافيين لضمان التأهل المبكر لكأس العالم. بات على المنتخب المغربي الآن التركيز على مباراتيه المقبلتين ضد النيجر وتنزانيا المقررتين يومي 17 و24 من مارس 2025. الفوز في هاتين المواجهتين سيجعل أسود الأطلس يقتربون رسميا من حسم بطاقة العبور إلى المونديال. سيكون على الناخب الوطني وليد ركراكي إعادة ترتيب استراتيجيته. مع تقليص عدد المباريات أصبح هامش الخطأ أقل، والفرصة متاحة لحسم التأهل بشكل أسرع دون الحاجة إلى حسابات معقدة في الجولات الأخيرة. تغييرات غير متوقعة طالت مجموعة المنتخب المغربي في التصفيات، ورغم تأثيرها على النقاط إلا أنها تفتح الطريق أمام أسود الأطلس لحسم التأهل بشكل أكثر وضوحا، ما يجعل المباراتين المقبلتين حاسمتين لضمان الحضور في كأس العالم 2026 دون تعقيدات إضافية.